بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا النهاردة عن ازاي تقدر تستقبل قناة تايم سبورت الأرضية بطريقة سهلة وحاجات بسيطة، والعملية مش مكلفة. كل المطلوب منك أول حاجة إن الشاشة بتاعتك تكون بتدعم خاصية البث الأرض الرقمي. الشاشة تكون بتدعم خاصية البث الأرض الرقمي. الشاشة لو ما بتدعمش خاصية البث الأرض الرقمي يبقى مش هتقدر تستقبل القناة دي نهائي. لازم الشاشة تكون بتدعم خاصية البث الأرض الرقمي. طب أعرف إزاي إن الشاشة بتدعم؟ بيبقى مكتوب عليها، بيبقى مكتوب على الشاشة خاصية البث الأرض الرقمي. ولازم الشاشة يكون فيها مدخل ال RF اللي أنا هوريهولك ده. لازم الشاشة تكون فيها المدخل ده اللي هو ده. شايف أنت ده مدخل ال RF أهو. ده المدخل بتاع ال RF. لازم الشاشة يكون فيها المدخل ده. لو الشاشة ما فيهاش المدخل ده خلاص يبقى هي كده ما بتدعمش البث الأرض رقم، ومش هتقدر تستقبل قناة تايم سبورت. ليه؟ لأن الشاشة دي المدخل ده اللي بيخش فيه الاريال بتاع التلفزيون، وهوريك دلوقتي كل حاجة. دي اللي بيخش فيها الاريال بتاع التلفزيون. فلو شاشتك ما فيهاش ده المدخل ده يبقى ما تعملش أي حاجة، وريح دماغك، ومش هتقدر تستقبل قناة تايم سبورت فيها الكلام ده وبتدعم خاصية البث الأرض الرقمي. يبقى أنت كده إيه؟ هتقدر تستقبل القناة بكل سهولة، وهتقدر تشوف الماتشات والمباريات والكلام ده كله اللي هي بتنبث على البث الأرضي. طيب احنا قلنا دلوقتي ان شاشتك بتدعم خاصية البث الأرضي الرقمي. هتشتري جاك زي ده كده، اسمه جاك RF اهو زي ده. ده تمنه 5 جنيه، هتشتريه من عند اي بتاع دشات أهو. اسمه جاك RF، وده اللي هيخش في المدخل بتاع الشاشة. ده اللي هيخش في المدخل بتاع الشاشة. وهتجيب سلك زي سلك الدش العادي كده، هيبقى طرفين. طرف هيتوصل هنا زي صامولة الدش كده، والطرف الشعر التاني هنا. وهتوصل الايه السلك ده، يا اما لو ما عندكش اريال، لو عندك اريال هتوصله فيه. طيب لو انت ما عندكش اريال، علبتين كنز اريال عربية زي ده كده اهو. ده الاريال اللي بيبقى راكب في العربيات اهو، حاجة زي كده يعني. ده لو انت ما عندكش اريال يعني. هتجيب اريال عربيات زي ده كده. هتجيب علبتين كنز وتوصلهم في الطرف بتاع السلك. علبتين كنز وتوصلهم في الطرف بتاع السلك، وترمي السلك ده في الايه، وتحط الارل ده في الشباك او على السطح او في البلكونه، اي على حسب مكانك. وبعد كده هتيجي تعمل بحث على الشاشه بتاعتك على قنوات البث الارض الرقمي. هتجيب هنا هيظهر لك في الاعدادات، هنا هيظهر لك كلمه بث ارض رقمي وبث تناظري. انت هتبحث عن البث الارض الرقمي، مالكش دعوه بالتناظري. التناظري ده ده كان نظام واتلغى، فمش هيجيب عندك حاجه. انت هتبحث عن كلمه بث ارض رقمي، مالكش دعوه بالتناظري، وهتدوس عليها اوكي، وهتعمل بحث عن القنوات. هتنزل لك قناه تايم سبورت. بحث عن القنوات يعني انا هتجيب الشاشه وهتجيب اعدادات الشاشه زي كده. هتجيب اعدادات الشاشه زي كده، وتجيب ايه، هتجيب الاعدادات بتاع الشاشه، وتجيب ايه، بث ارض رقمي. بس بدل ما مكتوب ده طبعا الشاشه اللي قدامي دي، الشاشه اللي انا بكلمك عنها دي ما بتدعمش البث الارض رقمي. دي شاشه قديمه ما بتدعمش البث الارض رقمي، ما فيهاش. انت شاشتك هيبقى فيها مكتوب عليها البث الارض الرقمي. هتعمل ايه، كلمه بحث، هتنزل لك القناه، هتنزل لك القناه تايم سبورت. هتجيب كلمة بحث تلقائي عن البث الأرض الرقمي، مالكش دعوة بكلمة تناظري. هتجيب كلمة بحث تلقائي عن البث الأرض الرقمي، هتنزل لك القناة. بس المهم تكون أنت إيه،
مركب الاريال ومركب الجاك اللي انا وريته لك ده في قلب الشاشه، وتعمل بحث هتنزل لك. بالنسبه للناس اللي هي عندها التلفزيونات القديمه، التلفزيونات القديمه دي خلاص انسى ان هي تجيب حاجه اسمها البث الارض الرقم. التلفزيونات القديمه دي انتهى زمانها، ما بتجيبش البث الارض الرقم، اللي هو التلفزيون القديم ده، مش الشاشات. التلفزيون القديم ده انسى ان هو يجيب البث الارض الرقم. التلفزيون القديم كان نظامه زي ده كده اهو، تطلع تظبط الاريال والكلام ده كله، ده خلاص نظامه انتهى ده. طيب انا لو عاوز اتفرج على قناه بقى تايم سبورت وما عنديش، والشاشه ما بتدعمش، الشاشه ما بتدعمش البث الارض الرقمي، يبقى هتجيب ايه؟ ريسيفر زي ده بيدعم البث الارض الرقمي، هو سعره رخيص اهو. ريسيفر زي ده ريسيفر اهو، يا باشا، ده ريسيفر اهو بيدعم البث الارض الرقمي اهو. بص، شايف يا باشا المدخل اهو، اهو ده الريسيفر اهو بيدعم البث الارض الرقمي. هنا بيوصل الاريال اهو في المدخل بتاع الريسيفر اهو، زي ما انت شايف الاريال بيوصل هنا، وبتعمل بحث عليه، بتنزل لك قناه تايم سبورت ده، وده سعره زي سعر الريسيفر العادي بالظبط، يبدأ من 200 جنيه، من 250 على حسب بقى اهو. ده لو شاشتك ما فيهاش الخاصيه بتاعت البث الارض الرقمي، هتشتري الريسيفر ده وتريح دماغك، وده سعره زي ما قلت سعر الريسيفر العادي. وهتعمل بحث عليه، هتنزل لك قناه تايم سبورت في ثواني، وهتوصل الاريال بتاعه هنا في المدخل ده بتاعه، هتوصله هنا، هتوصل الاريال هنا. طيب هتوصل الاريال هنا، وتجيب ايه في طرف السلك علبتين كنز وترميهم على السطح او البلكونه. ده لو شاشتك ما بتدعمش. شاشتك بقى بتدعم، يبقى ما فيش لازمه انك انت تشتري ايه الريسيفر ده، ايه، وتعمل بحث على الشاشه، هتنزل لك قناه تايم سبورت. لو عندك اي سؤال اكتب في التعليقات السؤال اللي عندك وانا هجاوبك عليه، واعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناه، واستنونا في فيديوهات تانية. بالنسبه للمدخل الار اف ده، بالنسبه للجاك الار اف ده موجود عند كل بتوع الدشات، وده سعره 5 جنيه، ده سعره 5 جنيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.